سي أقيام، السلام عليكم. وعليكم السلام. سي أقيام، مدير مهرجان صيفية مدينة المحمدية 2016، شنو يمكن لك تقول لنا على هذا الحدث؟ المناسبة مناسبة عيد العرش، عيد الشباب. مدينة المحمدية تحتفي بصيفياتها خلال هذه السنة. برنامج متنوع وغني، ثقافي، فني، رياضي، تراثي، كذلك تربوي لفائدة يعني الشباب والأطفال. برنامج ينفتح خاصة على المكون البيئي بدرجة كبيرة بحكم احتضان المغرب يعني الكاب 22، المؤتمر العالمي للمناخ والذي يعالج التحولات المناخية. لذلك أبى المنظمون في المجلس الجماعي المحمدية إلا أن يساهم في الانخراط في هذا الحدث بتنظيم مجموعة ديال الأنشطة بيئية، من ضمنها المعرض البيئي، كذلك مجموعة ديال المسرحيات اللي كتعالج كطرح هذا الموضوع ديال البيئة، كذلك أنشطة للأطفال في قرية الأطفال حول هذا الموضوع، مسابقة بين الأحياء حول زقاق الزهور، الاحتفال أو عودة مهرجان الزهور في دورته الثالثة. الزهور كذلك سنجدها بجداريات، ثم يعني المسابقات فيما يسمى بالسكيلتور، يعني اقتداء بمعرض أو مهرجان الزهور اللي كيتقام بالديار الهولندية. سي أقيام، ما هو تقييمكم للمرحلة الأولية من المهرجان؟ وصراحة كبقية الأنشطة ما يمكنش نقولوا أننا ناجحون 100%، ولكن يعني كنحاولوا ما أمكن أننا ننفتح على الساكنة، على زوار مدينة المحمدية. كنحاولوا ما أمكن أننا نعطيو الجودة من خلال المنتوج اللي كنطرحوه، سواء من ناحيه الشكل كنحاولوا ما امكن نلعبوا شويه على الشكل باش يكون في مستوى الحدث، ثم من ناحيه الموضوع كذلك يكون الموضوع قيم وهادف، وكتكون الرساله واضحه يعني المستفيد بين قوسين او المشارك في النشاط. تقييمنا هو تقييم ايجابي. لحد الان كاين تجاوب كبير لا من طرف يعني الشركاء، جمعيات المجتمع المدني، الفاعلين الى غير ذلك. نتمنى الاستمراريه ويعني ان نظل بالروح الايجابيه يعني المعهوده على الناس ديال مدينه المحمديه. ونبغي نغتنم الفرصه اننا نشكر جميع يعني خاصه يعني الطاقم الصحفي المواكب لنا يعني بشكل يومي في الصيفيات ديالنا، وهذا يعني شيء يشجعنا ويدعمنا وكيحاول ما امكن انه يضخ فينا الدماء الجديده والدماء الايجابيه من اجل اننا نكونوا في مستوى التطلعات. سي أقيام، البرنامج اللي سطرتوا الصيفيات واش تم التطبيق 100%؟ ما كانوش شي عراقيل شي حاجه اللي بالنسبه للبرنامج لحد الان غاديين فيه مسطر بشكل عادي بشكل سليم، الا ربما بعض التغييرات اللي كتكون. نعطي مثال ان السباق على الطريق كنا مبرمجينه يوم الجمعه نظرا للظروف ديال الناس وفصل الصيف، وكان التصور ديالنا هو مثلا ان الى خديناه يوم الاحد كيكون اكتظاظ مثلا على ساحه الامير مولاي عبد الله، ساحه الامير الجليل مولاي الحسن الى غير ذلك. لكن بتواصلنا مع الناس ديال الامن، الناس ديال الوقايه المدنيه الى غير ذلك، تبين انه يوم الاحد يوم مناسب. اذا غيتم تاجيل ديال مثلا السباق على الطريق من هذه المحطه الى غير ذلك. كذلك بالساحه مثلا في المسرح كان برنامجنا هو يعني تنشيط ديال الساحه ديال المسرح يعني كفضاء بين قوسين ديال العاليه، والتنشيط ديال الساحه من احدى يعني لي باركينغ ديال الامير مولاي الحسن. لكن تبين كذلك انه ممكن يوقع واحد لومبوتياج ديال السيارات والاكتظاظ الى غير ذلك، وبالتالي العروض اللي غيكونوا يوم الغد يوم الثلاثاء ويوم الاربعاء غادي يكونوا هنا في الساحه ديال المسرح. اذا البرنامج كنحترموه 100%. كتبقى بعض التغييرات لدواعي مثلا امنيه، لضروره مثلا باش ضمان نجاح المشروع فقط، اما يعني المسائل غادي فيها البرنامج غادي فيه تقريبا 100%. شنو السبب ديال التاجيل ديال الفروسيه؟ لا، الفروسيه ما تاجلاتش. الفروسيه ربما ما هو متعارف عليه وطنيا ما يقدروش يلعبوا يعني اكثر من 4 ايام،
وبالتالي ملي كتكون البرمجه يوم الاثنين الثلاثاء الاربعاء كتكون استعدادات، يعني الوصول ديال يعني السربات المشاركه كتكون عندهم طقوس داخليه ديالهم ديال هاد السربات، وبالتالي في البرنامج كاين ديال السربات على المستوى الداخلي، ولكن يوم الخميس الجمعه السبت والاحد هو اللي كيكون مفتوح يعني للناس انه يعني الواجهه ديال الفرجه وهذا. يعني حتى ما نمشيوش بعيد، نمشيو غير بالوما مثلا المهرجان ديال الفروسيه اللي كان مثلا مؤخرا 4 أيام اللي كان سيدي موسى المجدوب 4 أيام، ما يمكنش حتى الخيل يتحمل واحد العدد كبير ديال يعني انه بشكل يومي، ولا حتى السربات والمقدميه انهم يخدموا بشكل يومي لمده اسبوع او لا اكثر، كتكون صعوبه. شكرا سي محمد. العفو سي رشيد.